صباحو اليوم الثالث بأرمينيا، تروقنا حضرنا حالنا وانطلق، وعلى طول الطريق كان هالمشهد الحلو قدامنا، جبل أرارات. مش معقول شو كان واضح وشو حلو، كتير حلو جايز، والثلج مغطيه كله. كيف ما برمتوا بيريفان هو سنتر، يعني بضل مبين عليكم. جبل أرارات أعلى قمة فيه تقريبا 5137 متر. ليلي ما بيعرف، هذا جبل أرارات اللي يقال إنه من بعد الطوفان سفينة نوح رسيت عليه، وهذا الجبل هو جبل مقدس بالنسبة للأرمن، وهو قبل الإبادة كان تابع لأرمينيا، بس من بعدها أخذته تركيا وما عاد قدروا استردوا لهم. صراحة صورت لكم كتير فيديوز للجبل، بس إنه تو ماتش يعني ما حنزلهم كلهم. هون كنت كتير مستمتعة بالمنظر، وما إلي قلب شلت عيني عن الجبل طول الطريق، أنا قاعدة عم بتطلع فيه، ما معقول شو حلو. وهون جايز كنا وصلنا على أول محطة لنا، دير خور فيرا. موقع الدير بسهل أرارات بأرمينيا، بالقرب من الحدود التركية، على بعد تقريبا 8 كيلومتر. هيدا الدير بيشير للسجن الحجري العميق يلي كان مسجون فيه القديس غريغوريوس. انسجن القديس غريغوريوس مدة 13 سنة تحت الأرض بأمر من الملك تريداتس الثالث بسبب دعوته للمسيحية. وحسب الأسطورة ما بتقول كان الملك كتير مريض، والقديس غريغوريوس قدر شفاه بمعجزة يلي عجزوا عنها كل الأطباء، ما حدا قدر يشفيه. ومن وقتها أعلنت دولة أرمينيا مسيحية عالميا سنة 1301 ميلادا. خلوني أخبركم أكتر عن الحفرة أو السجن اللي موجود داخل هيدا الدير. الحفرة عبارة عن سجن تحت الأرض بعمق 6 أمتار، وفي ناس بتقول إنه بتوصل ل 8 أمتار. الدخول أو الخروج منها صعب كتير، ممر كتير ضيق. الملك أثناءها أمر بسجن القديس غريغوريوس فيها، لأنه كان يدعي العالم على العبادة المسيحية، وكان من الرافضين على أثناء العبادة الوثنية يلي كانوا يعبدوها. ضل القديس غريغوريوس 13 سنة مسجون داخل هيدي الحفرة، حتى كان الملك منع عنه الأكل. بس كان في مرة مؤمنة اسمها آنا كانت تمرق له الأكل بالسر من دون ما حدا يعرف. هون جايز أخذت كم صورة قدام الكنيسة، مش معقول جمالها قد حلوة، مثل ما كنت خبرتكم من قبل. من بعدها أصيب الملك بمرض كتير خطير، وعجزوا كل الأطباء عن شفائه. ما ضل قدامه غير حل واحد، إنه يطلع القديس غريغوريوس من السجن حتى يشفي. لما فعلا قدر القديس غريغوريوس يشفي، هون الملك أعلن مسيحيته، وأعلنت أرمينيا أول دولة مسيحية عالمية سنة 301 ميلاديا. هيدا موقع الدير مطل على جبال أرارات، وهو تقريبا على تلة. بتشوفوا السهيل كلها قدامكم، الفيو رائع منه، كتير حلو، راحة نفسية، في خشوع جواته. هيدا جبل أرارات اللي كنت ألجأ عليه حتى شوفوا قديه واضح. هون السهول في بقلبهم زيتون أشجار وهيك. هيدي الطريق اللي بنفل منها. هون أنا وكنت فالة، هي طريق أجر ممنوع يفوتوا السيارات، نزلوها مشي. في من ميل تاني درب. أما هون جايز كنت عم صور لكم المدافن. على المدافن شوفوا حاطين صور الأشخاص يلي توفوا، هون اللي عم بينظفوا حوالي المدافن، هيك بحطوا صورة الأشخاص المتوفية الله يرحمن. هن عندهم عادات ما بيدفنوا الأموات بقلب الضيعة، دايما بيدفنوها على حدود الضيعة من برا حد الجبال. سو طول ما انتم بأرمينيا وعم تبرموا هيك على كل حدود الضيعة حتشوفوا المدافن بهيدا الطريقة مع صورهم. اوكي حبيبي، ومن بعدها تاني ستاب طلعنا بالسيارة وانطلقنا حتى نتغدى. طلبنا ورق عريش، جمع لبن، جرين سالاد، لحمة بعجين، دجاج مشوي، بيعملوا هنا تتبيلة قصة فيهم. الأكل منه كتير طيب، بس انه صفا يعني عالجوع مش هالحال. ضيفونا هيدا الدرينك، هيدا شغل من صناعتهم، بس انه ما تشجعنا ندوقه. هون اخذنا صورة كلها سوا مع بعض، ومن بعدها انطلقنا للمحطة الثالثة. اتكلنا على الله ومشينا. ما في اخبركم عن الفيو قد ايه رائع طول الطريق. انا عم بحاول اصور لكم شوي، عن جد لا يمل من التصوير، شي رائع، منظر خيالي، ما لكم قلب يعني تشيلوا عيونكم تتفرجوا. شوفوا الجمال، جمال الطبيعة الرائع. ونحن عم نستمتع بهالمنظر الرائع كنا بطريقنا للمحطة الثالثة. وصلنا على أراني واينري. جايز أراني من أقدم معامل المبيد المعروفة بالعالم. تتخيلوا بالعام 2007 اكتشفوا علماء الآثار بقلب الكهف قاعدة للمبيد بيعود تاريخها 4000 ل 4100 قبل الميلاد، اللي خلاه أقدم معمل مبيد معروف بالعالم لحديت اليوم. قرية أراني بتشتهر بزراعة العنب وإنتاج المبيد، صدى الزوار من آخر الدنيا. وهون طبعا ما قدرت غير إني آخد كم صورة حد هيدا الباب اللي كتير حلو. هيدا الباب اللي بيخليكم تفوتوا لجوا وين بيخمروا المبيد. شو عندهم طعمات على الواين،
حتلاقوا انه عارضين كل الفليفر يلي ببيعوها. ببيعوا اشياء مثل ليمونه، هون سوفينير، قرار، بتلاقوا قصص كل شغله اجمل من الثانيه. بتحتاروا شو بدكم تختاروا، كثير حلوين، في شويات كثيره. كمان بتلاقوا عارضين مأكولات هن عاملينهم بالبيت، شغل ايد، كلهم هوم ميد مثل ما عم بتشوفوا هون. في كتير شويات وشكلهم كتير بشهي. هلا حنعمل تيستينج للواين. الكحول 13.5 Harvest 2022. خفيف. ممكن يكون سلس مش قصة خفيف، تشربيه بعد شوي بتدوخي. Red is from local grapes. Areni. هو الريد. انا الرد ما بحبه. خفيف. ايه بتبقى. And there is a semi-sweet red from the grapes and semi-sweet red from fruits. Pomegranate, berries, sweet from fruit and dry from grapes. هلا اكيد اللي بيشرب الفودكا بلا مي رح يلاقيها ده خفيف. عرق بلا مي. اوكي بالسكر بلاك بيري. يامي. طيب. انا ما معودة في عليهم فواكه. ما حبيتي، انا بحب السويت. انا بحب العالي. هون اخذت لكم كم صورة من جوا ليكو قد ايه كوزي. وهلا حاعمل لكم جولة من جوا مكان ما بيخمروا الواين. اوكي هولي القنانة عمرهم مئات السنين صافينهم بهالطريقة، اما عن هولي كلهم بقلبهم واين. شفتوا كيف مسفوفين؟ هولي البراميل المقلوبين كلهم بقلبهم نبيذ. هون اول ما بتفوتوا بيعتقوهم بيحطوهم بالعتم، يعني ما بيضووا الضوء غير ما يجي حدا بده يتفرج، عرفتوا؟ هن دايما بالعتم. شايفين مدى حجم هول البراميل قد كبار؟ تخيل هن شكلهم حتى كتير حلو عن جد، يعني بتستحلوا تاخدوا صورة تصوروهم تتصوروا حدهم كيف مصفوفين ومرتبين، شكلهم رائع. هلا في صبية حتشرح لنا أكتر عن الواينري. Types of red dry wine that are producing here. We only ate red dry, no semi-dry, semi-sweet, even neither the semi-sweet fruit wines. This part you see already bottles wine, and they bottle since 1994. It means the oldest bottle wine here is in 1994. 1994. Yes, what about wine? It should be bottled immediately. Why? Because the rest aging is continued inside the bottle. It doesn't look like the cognac. The wine is completely different. The aging is continued inside the bottle. In our wine factory, we use two types of grapes. The first is called Areni, red one, from which we produce red dry, semi-dry, semi-sweet, and since 2022, we produce also rosé dry wine. And the second type of grape is called Bosquehat, from which we produce only white dry wine. Now we are going to the second part. Like all equipment. They are used in different, like smoothing the wooden barrel, making the oak wooden barrels, and Armenian carpet with Armenian ornaments. It has nearly 100 years history. Սա տակարագործի 5 գործիքներն են, որոնք օգտագործվել են տակառները հարթեցնելու եւ պատրաստելու համար։ Եվ հայկական գորգը, հայկական զարդանախշերով մոտավորապես ունի 100 տարվա պատմություն։ Մեր գինեգործարանը բացի ավանդական գինիներից արտադրվում է նաեւ կիսաքաղցր մրգային գինիներ։ Դա նուրն է, բալն է, մոշ قبل ما نمشي رجعت أخذت كم فيديو وتصورت كم صورة. صراحة كان مستحيل فيلم من دون ما أتصورهم. المكان كتير حلو، الفايبز كتير حلو، كتير كوزي. جايز نو واي ما تحبوا ما تشتريوا الواين ولا أطيب. عم بتشوفوا الصور قد عم بيطلعوا حلوين، الباك جراوند قد رائعة، هيك كله متناسق مع بعضه. ومن بعدها طلعنا بالسيارة وانطلقنا على أريني كاف -1. تقريبا بيبعد حوالي 2 ل 3 كيلومتر بالسيارة، يعني تقريبا 5 دقايق. وإذا حدا عباله يروحوا مشي بياخد بين 25 و 30 دقيقة. وهيدا كان الفيو على الطريق، ما في داعي أحكي، الجمال اللي بيحكي عن حاله. وصلنا على أريني كاف -1. شفتوا شكل الجبال قد حلو. اوكي هو واحد من أهم المواقع الأثرية بأرمينيا والعالم. منطقة كلها محاطة بجبال وتلال صخرية، وهي غنية بمزارع العنب. لما تمشوا شوي لقدام حتلاقوا
هول الفخار هول كرمز كانوا يخمروا فيهم المبيض، هول محطوطين على طول الطريق. حتلاقوا منهم أحجام كبير صغير وسط، في أحجام كتير كبيرة. هول بتلاقون على طول الطريق الرملية اللي بتوديكم على الكهف. Hi. تيكت؟ أنا بقول نص ساعة عطلتهم. Thank you. عنا درج كتير طويل لنوصل على الكهف. ما بيأثر جايز، بتطلعوا شوي بترتاحوا شوي بتوصلوا، بس تقريبا وصلت عم بحتضر أنا. مو في خبركم الشمس وشوب وطالعين هيدا الدرج كله. يلا الله بعين مهم نوصل. جايز هيدا أول شوز اخترعوه بالعالم. أول ما توصلوا حتلاقوا حاطين صورة لأول حذاء اخترعوه بالعالم داخل هيدا الكهف، وحتلاقوا حاطين قصص لقيوها بقلب هيدا الكهف كانوا يشتغلوا فيها اشياء اثريه مثل ما عم بتشوفوا. حاطينهم مثل ببوكس وبتجي ازاز من فوق بتتفرجوا عليها. كل شيء موجود بالتفاصيل. اكيد حتشوفون منتفين وهيك لانه عمرهم الاف السنين، يعني مرق عليهم دهر. ومن بعدها فتنا على قلب الكهف. هول الفخار يلي كانوا يحطوا فيهم المبيد، يخمروا المبيد بقلبهم. بعدهم باقيين مكانهم ما حدا دقرهم، مسيجين حواليهم كرمال ما حدا من العالم يلمسهم. هيدا الكهف تم اكتشافه سنة 2007 من قبل فريق مشترك من العلماء الآثار أرمن وأمريكيين، أما بعود تاريخه لحوالي 4000 أو 4100 سنة قبل الميلاد، يعني العصر النحاسي. وأكيد أخذت كم صورة جوات الكهف وبرات الكهف، صراحة طلعوا كتير حلوين. خلوني أخبركم إنه الحذاء يلي لقيوه مصنوع من جلد البقر بمقاس 37 تقريبا أوروبي، بحالة كتير ممتازة رغم إنه كان عمره أكتر من 5500 سنة. بعدها انتقلنا على دير نورافان يلي بيبعد تقريبا 3 أو 4 كيلومتر بالسيارة عن كهف أراني، يعني تقريبا شي 5 دقايق. بيعود هيدا الدير للقرن الثالث عشر، وبيعد من أبرز المعالم الدينية والثقافية بأرمينيا. هو دير للقديس مار يوحنا المعمدان، بني بأوائل القرن الثالث عشر، وفي بقلبه كنيسة صغيرة للقديس غريغوري. السقف تبع الكنائس بيجي على شكل قبة. كمان في كنيسة فريدة من نوعها سيدة الإله تجي من طابقة، بنت عام 1339. يعتبر هيدا الدير مركز ثقافي هام كتير، تأسس على إيد الأسقف هانيس بالعام 1205. ما تعرض للهدم الكامل، بس بالعام 1238 تعرض للنهب، ازدادت أهميته بالفترة 1286 وال 1303 عبر الأسقف ستيبانوس. تعرض للأضرار كبيرة بسبب زلزال بالقرن التاسع عشر، بعدها خضع لترميمات جزئية عام 1948 و 1949. عملوا له ترميم شامل بين سنة 1982 و 1999. حبيت صور لكم الشمع ما أجمله. رح بتشوفوا حجار الكنيسة كلها محفورة عليها بهالطريقة الرائعة، صلبين. هيدي الكنيسة تبع سيدة الإله. حتشوفوا صورة العذراء حاملة سيد المسيح على إيدها، ما أجملها الصورة. وهيدا الجرس. أما اللي حابب يقدس بيعملوا قداس بهالكنيسة، بس مش كل يوم، بس أيام الأحد وأيام الأعياد.
وبنحزة كان الخوري موجود وعم بيصلي للعالم وصلي لي. هلا رح اخذ لكم كم صورة من برا. هيدا موجود برا، اما هيدا مدفن لاحد الملوك اثناء. كان في كتير عالم جايز، بس حتى رواق يعني ما بتحسوا بضجة كتير، في خشوع. وهون قبل ما نفل اخذت كم صورة وكم فيديو، كله سبوتات. هيدا المكان يعني كيف ما توقفوا بيطلع سبوت كتير حلو. هون مع الكنيسة، في أماكن بتقعدوا بيطلعوا الجبال وراكن، كله سبوتات. وين ما حبيتوا تتصوروا بيطلعوا صور أكتر من رائعين، كتير حلوين. أخذت كم صورة وكم فيديو بنفس الوقت. من بعدها يا قلبي طلعنا بالسيارة وانطلقنا على منطقة بتبعد تقريبا ساعتين بالسيارة، حتى بكرة نبلش نهارنا نكون مرتاحين، مش بسواقة طويلة. صراحة طول الطريق وأنا عم صور الطريق، بس إنه ما ححط لكم ساعتين صور للجبال، أوكي؟ بس شوفوا بعينكم ملا فيو عن جد ما بينشبع نظر إله. وهون جايز صارت تشتت الدنيا وصار برد كتير 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 وعواصف طول الطريق، مع انه كنا بالصيفية. تاريخها المضبوط 17 جون، يعني بشهر 6. عم تتخيلوا؟ كان درجة الحرارة 9. من بعد مشوار طويل ساعتين وصلنا على الار بي ام بي. اول شي كانت عطيتنا اللوكيشن غلط، وحتى مصورة فيو البيت ما بيطلع لي. البيت كتير قديم، اوكي عم جرب صور لكم. كتير كبير، تخوت كتير قديمة، الفرشة ما كانت مريحة ابدا. اوكي هو في اوضتين نوم، بس نحنا ثلاثتنا نمنا بأوضة واحدة. ليكوا شو كبير، يعني بيت ضيعة هيك قديم، وصراحة ما كان مريح. تعذبنا لو وصلنا له. حتى شوفوا التواليت منه مرتب. هيدا المطبخ. رجعنا مرقنا لأنه صرنا كتير بالليل، عرفتوا؟ قلنا يلا كنا بهيدي الأوضة. قلنا يلا كلها ليلة والصبح حنمشي بكير. سو يلا good night guys. بكرة نهار جديد إن شاء الله ونبلشوا سوا. تنسوا تعملوا follow subscribe. باي باي.